ونرجع تاني لسبورتنج زمان. والنهارده عندنا لقاء مع عضوة حكت لي حاجات كتيرة جدا عن النادي وتفاصيل هي عاشتها وهي صغيرة قوي. حابين نسترجعها مع بعض ونشوف هتقول لنا ايه مع مدام منى عارف، الكاتبة والشاعرة والأديبة وكاتبة في عدة صحف ومجلات. مدام منى، أهلا وسهلا أهلًا بحضرتك. بيكِ، أهلًا بيكِ. أنا سعيدة أوي إن أنا أكون معاكِ النهارده، وسعيدة إن إحنا موجودين، سعيدة كمان إن إحنا باقول لِك موجودين في مكان جميل ورائع وله ذكريات. مين منا مالوش ذكريات في نادي سبورتنج؟ لما قعدت آآ معاكِ حكيتِ لي حكاوي كده لطيفة عن النادي، هتحكي لنا إيه النهارده؟ أنا عايزة أقول لِك إن كان في activity كتير أوي، أوي في النادي، وactivity مش يعني مش تقليدية. يعني مثلًا كان يوم الجمعة كان بيبقى في مسابقات للجري. ودي حاجة ناس كتير أوي ما تعرفهاش. يعني كانوا بيعملوا مسابقات للكبار وللصغيرين. أعتقد إن ده كان في أوائل يعني أو المنتصف الثاني من السبعينات. يعني كان كل أسبوع كل يوم جمعة في مسابقة للجري كان في مسابقات داخل للجري النادي. داخل النادي. أوكي. وكانت بتتم في البولو، تمام. وبتبقى الجايزة جوايز عينية أو جوايز حقيقية، مثلا هدايا للأولاد وكده لتشجيعهم على الرياضة. فكنت تلاقي صفوف مختلفة من الأطفال واقفين، لأن طبعا كل واحد بيحب إن هو ياخد هدية أو مكافأة أو كده، ويبدأ يومه بداية جميلة. طبعا. صحيح العدد كمان، يعني لازم أذكر إن الأعداد ما كانتش بالعدد اللي احنا بقينا عليه النهاردة، وكان الكل عارف الكل. يعني كانت في العلاقة ولا زالت، يعني ودي حاجة حقيقة من خصائص نادي سبورتنج، العلاقة عائلية. يعني أنت تشعرين إنك في بيتك، وسبورتنج هو بيتنا طبعا الحقيقي سبورتنج بيتنا يعني. الكبير. طب ايه اللي تفتكريه تاني غير مسابقات الجري كل اسبوع لمختلف الاعمار؟ لا، أنا هحكي لك بقى حدوتة ظريفة جدا. اتفضلي. وأنا عندي 9 سنوات كان يعني في مبنى جميل قوي اللي هو المبنى الحالي اللي فيه البنك بتاع كريدي أجريكول. اوكي. كان المبنى ده موجود للجولف، ولا زال كان طبعا للجولف وكل حاجة. ولكن كان الدور الأول كان صالون دوتي، وكان مبني على الطريقة الإنجليزية، كله بقى بالطوب الأحمر وكده، وله سلم خارجي. الدور الأول كان بيديروا باسترودس في الزمن ده. وكان كل مكان في النادي فيه ريستوران مسؤول عنه. يعني مثلا الصالون كلاب هاوس كان تريانو، كان مبنى الجولف كان باسترودس. البولو كان فيه برضو تريانو زمان الصغير. تيجي على الملاعب الباسكت تلاقي فيها باسترودس تاني، يعني كانوا بيختلفوا. وبعدين المبنى ده تم فيه عقد قران لمرات خالي. كان في لا مناسبات؟ طبعا، لا طبعا، الصالون دوتي ده احنا خدناه في ذلك الوقت يعني. ودي كانت حادثة من نوعها لم تتكرر ولن تتكرر طبعا في النادي أبدا، إن اتعمل حفلة خطوبة أو عقد قران في هذا المكان. واتزين السلم كله بالورد. طب يعني دي موافقة خاصة ولا ايه؟ دي واقعة خاصة وواقعة. طب ازاي وافقوا في النادي ولا كان معتاد؟ والله ايه الظروف. هي كانت بطلة تنس معروفة، وهو كان ضابط بحري ومهندس بحري يعني. وكانوا هما الاتنين بيلعبوا في النادي، واخدوا القاعة على اساس ان هو يعملوا فيها يعني حفلة خاصة. والحفلة الخاصة دي بقت خطوبة خلاص. لان كان زمان احنا بنعمل كلنا اعياد ميلادنا كنا هنا في النادي. في النادي. وكانت حاجه جميله قوي قبل ما حتى يبقى في الفرق اللي بتعمل اعياد ميلاد بالجنرال او موائد الرحمن اللي احنا بنعملها بعد كده في الفرق وكده، كانت تبقى جميله قوي. لكن دي كانت حاجه مختلفه. وجيت انا في كتاب ليا مجموعه قصصيه اسمه فتاة الريح، حطيت الفصل بتاع الحادثه دي وسميته بالصولجان، لان البولو له كده ادوات معينه يعني
مضرب معين وكده، وله علامات، واسمه الحقيقي في اللغة العربية الصولجان. فأنا رحت حاطة إن ده من الأماكن اللي أنا لم أنساها، الصولجان. طب استوقف عند يعني هي البولو تعني الصولجان؟ اه ريلي في اللغة العربية؟ ريلي وان. طب دي معلومة جديدة. ريلي وان طب الأدوات بتاعته، تحكي لنا واحدة بقى من حكاية الأدوات. تانية صغيرة كده. دخول الكلاب هاوس كان ممنوع تماما للأطفال، تمام. وكان في يعني الراجل اللي بيقف على الباب سيدروس ده مم. كان مشهور جدا يعني، مم. كان أسواني أو نوبي، مم. وكان وكان بيمنعنا بقى بكل الطرق. مم. وطبعا أنا بقى وشلتي وكده وأصحابي وقرايبي، لا إحنا لازم ندخل الكلاب هاوس. إيه الكلاب هاوس اللي أهلنا قاعدين فيه؟ إيه في سر كبير بقى. المهم انا هحكي لك ان انا الشوز بتاعتي، المهم ايه، حد من الكازن بتوعي راح يعني قعد يكلمه ومش عارف ايه، ويقول له انا عايز العب بالكوره هنا، فشغله شويه وانا تسللت الى الباب الازاز، والجزمه بتاعتي اتحشرت واضطروا يفكوا الباب عشان يطلعوا شقاوة الأطفال. يطلعونا. دي كانت حادثة يعني كانت لطيفة يعني. لكن عايزة أقول لك قد إيه كانت الأمور فيها نظام وفيها حميمية وفيها دهشة، لأن أنا بكلمك عن فترات الطفولة. يعني ممكن بعد كده نتكلم عن فترات الشباب في النادي، وطبعا هنقول أعظم الألعاب اللي كانت الفتيات يعني بتشتهر بيها ويشتهر بيها النادي سبورتنج، هي كانت بطولات كرة السلة، وكان أكتر نادي بيحظى ببطولات كرة السلة. خلاص نقفل اللقاء ده، وبعد كده لنا لقاء تاني وذكريات تانية من شقاوة الأطفال والصبا والشباب إن شاء الله. شكرا لحضرتك.